مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستتوالى سلسلة من الاضطرابات الجوية ابتداء من يوم الغد على مناطقنا الشمالية، ومصلحة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط أمطار رعدية على كل من الهضاب الوسطى وكذلك الشرقية حتى نحو السواحل الشرقية. أجواء غائمة مرفوقة بزخات معتبرة محليا من الأمطار الرعدية، قد تتساقط حبات البرد نحو المناطق الشرقية. السواحل الوسطى ستشهد زخات من الأمطار من حين لآخر مرفوقة بهبوب رياح قوية نسبيا. أما على المناطق الغربية بعض الأمطار خلال الصبيحة، تحسن تدريجي في حالة الطقس ابتداء من أواخر الظهيرة. سحب عابرة على شمال الصحراء والواحات مرفوقة بهبوب رياح قوية. المناطق التي تقع بالجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب ستشهد أجواء مستقرة على العموم رغم انتشار بعض السحب التي تبقى بدون فعالية. حذري نشاط بعض الذوابع الرملية سيميز الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وشمال الصحراء. الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 11 درجة بالبيض، 13 درجة بسعيدة وتيارت، بينما تتراوح ما بين 16 إلى 18 درجة على باقي المناطق الشمالية، 17 إلى 19 بالجنوب الغربي، 23 درجة بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار، 27 درجة بالصحراء الوسطى، 21 درجة بإليزي وإناميناس، ترتفع إلى 29 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد ستعرف تراجع نحو المناطق الوسطى والغربية، 22 درجة بكل من العاصمة تيزي وزو والبيض، 21 درجة بتيارت، 27 درجة بوهران وتلمسان، 26 درجة بسكيكدا عنابة، 24 درجة بقسنطينة وباتنا، 31 درجة ببشر ترتفع بدرجة واحدة نحو تندوف، 29 درجة ببسكرة الواد وتوغر، 39 درجة بالصحراء الوسطى، 43 درجة ستكون على مقياس مع أجواء حارة نحو أقصى الجنوب. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل مع رياح ضعيفة بسواحل الشرقية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى، رياح ضعيفة جنوبية تماما. أما بسواحل الغربية بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا، رياح معتدلة ضمن تيارات غربية جنوبية غربية.